السر المدفون تحت الرمال، من مرحلة الصيد للحضارة الأولى، العصر الحجري الحديث وأسرار حضارة نبتة بلايا، أقدم حضارة مصرية. هل تعرف إنه أول مرصد فلكي في العالم اكتشفوه في الصحراء الغربية في مصر؟ وإنه الصحراء الكبرى اللي دلوقتي مليانة رمال وحرارة كانت قبل 13,000 سنة مليانة بحيرات وأنهار وغابات خضراء؟ وفي رحلتنا الجديدة هندخل في أعماق التاريخ البشري، هنشوف سوا المفاجأة من العيار الثقيل، حضارة قديمة جدا سبقت الفراعنة بآلاف السنين وتكونت في قلب الصحراء الغربية، حضارة نبتة بلايا اللي اكتشفوها العلماء في أواخر التسعينات. في الحلقة دي هنكتشف اللحظة الفارقة اللي فيها الإنسان المصري القديم قرر يستقر ويبني ويزرع بدل ما يتنقل ويصطاد، وهنشوف إزاي بدأت الحضارة المصرية الحقيقية قبل الفراعنة بآلاف السنين. يقول الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها. أنا محمد، ودي قناة ما لم يقال، قناة تاريخية وثائقية بنفتح فيها أبواب الأسرار اللي تاريخ ما حكاهاش، من لحظة بداية الخلق لانفجار الكون لأول إنسان وطأت قدماه الأرض. نغوص في أعماق العصور، من الحجرية للفرعونية للآشورية للإسلامية لنهضة الشعوب وسقوط الإمبراطوريات. نحكي عن الحروب والمعارك والقادة، عن قيام الحضارات وسقوطها، عن الاستعمار والمقاومة، عن المؤامرات الكبرى والتاريخ اللي اتكتب واللي اتحرف واتنسى. نوصل لعصرنا الحديث ونفهم مع بعض إزاي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. كل ده في رحلة واحدة من العدم إلى اليوم، في سلسلة ما تتفوتش وحقائق ما تتقالش في الكتب. أهلا بيكم في ما لم يقال. في رحلتنا في السلسلة دي هنبدأ من العصر الحجري الحديث من 10,000 إلى 4,500 قبل الميلاد، ونتعمق في أسرار حضارة نبتة بلايا، حضارة مصرية قديمة جدا يعود تاريخها لحوالي 13,000 سنة قبل الميلاد، سبقت الحضارة المصرية الفرعونية المعروفة بآلاف السنين. أولاً، ثورة العصر الحجري الحديث. السؤال المدهش: هل تعرف أنه أول ثورة في تاريخ البشرية ما كانش ثورة عسكرية، لكن كانت ثورة زراعية؟ التحول المذهل حصل قبل حوالي 12,000 سنة. تخيل معي الموقف: إنسان بيجمع بذور نباتات برية، وفجأة لاحظ إنه البذور اللي بتقع على الأرض بتنبت تاني. في لحظة إلهام قرر يجرب يزرع البذور دي بنفسه، ومع مرور السنين الإنسان اكتشف إنه ممكن يتحكم في غذائه، مش محتاج يجري ورا الحيوانات أو يمشي مسافات طويلة للبحث عن النباتات البرية. الله يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ في سخرية القدر، الإنسان اللي كان بيتنقل ورا الطعام آلاف السنين قرر فجأة يثبت في مكان واحد، وده كان تغيير جذري في حياة البشر. ثانياً، أقدم المدن في التاريخ. اللغز المحير: تخيل معي إن في مدينة عمرها 10,000 سنة ولسه عايشة لحد النهاردة وناس ساكنين فيها. أريحة في فلسطين هي أقدم مدينة مأهولة بشكل متواصل في العالم. في العصر الحجري الحديث الناس بدأت تبني أول بيوت حقيقية من الطين واللبن، وظهرت أول قرى وتجمعات سكنية ثابتة في التاريخ. أريحة في فلسطين 9,000 قبل الميلاد، عين غزال في الأردن 7,250 قبل الميلاد، جرمو في العراق 7,000 قبل الميلاد، كتل هيوك في تركيا 7,500 قبل الميلاد. الإنسان بدأ يستأنس الحيوانات، الكلاب، المعز، الأغنام، الأبقار، من حيوانات برية لمخلوقات أليفة بتساعده في عمله ومعيشته. الصدمة الحقيقية إنه الزراعة غيرت حتى جسم الإنسان. الإنسان اللي كان صياد قوي، عضلاته متينة، بقى فجأة أضعف جسمانياً من أجداده. العظام بقت أرق، وظهرت أمراض جديدة بسبب التغير في الغذاء. ثالثاً، حضارة نبتة بلايا المنسية. هل تعرف إنه أول مرصد فلكي في التاريخ اكتشفوه في الصحراء الغربية في مصر؟ وإنه بيرجع لأكثر من 7,000 سنة قبل الميلاد؟ تقع نبتة بلايا أو نبتة ألايا في جنوب مصر على بعد حوالي 800 كيلومتر جنوب القاهرة،
و100 كيلومتر غرب أبو سمبل بالصحراء النوبية في محافظة الوادي الجديد. والاسم ده مشتق من نبتة وهو اسم جبل قريب، وبلايا كلمة إسبانية معناها الشاطئ، لأن المنطقة كانت عبارة عن حوض أو بحيرة قديمة. وحسب الأبحاث الأثرية ظهرت حضارة نبتة بلايا منذ حوالي 13 ألف سنة قبل الميلاد، واستمر التواجد البشري فيها حتى حوالي 4800 سنة قبل الميلاد لما بدأت المنطقة تتحول للصحراء. الدهشة هنا إن المنطقة اللي دلوقتي صحراء قاحلة كانت في يوم من الأيام خضرة مليانة بحيرات ومراعي ونباتات مدارية. الأمطار كانت بتهطل بغزارة، وكان فيها حيوانات برية من كل الأنواع، من غزلان وزراف وجاموس وحشي. المميز في حضارة نبتة بلايا: 1. بنوا أول مرصد فلكي في التاريخ، دائرة حجرية معقدة التصميم أقدم من ستونهنج في إنجلترا بآلاف السنين. الدائرة دي كانت عبارة عن أحجار مرتبة في شكل دائري بدقة مذهلة بحيث تتبع حركة الشمس والنجوم. كانوا بيسكنوا في قرى منظمة وبيحفروا آبار المياه العميقة كل سنة لتخزين المياه. مارسوا الزراعة وتربية الحيوانات، وتم العثور على بقايا لبذور القمح والشعير والذرة في المنطقة. طوروا تجارة واسعة مع مناطق بعيدة، حيث تم العثور على خرز من العقيق وأساور صدفية وأدوات مصنوعة من مواد من مناطق بعيدة. كانت لهم طقوس دينية متطورة، واهتموا بدفن همتاهم مع قرابين من الماشية والأغنام، مما يدل على معتقدات دينية راسخة. والمهندس البلجيكي روبرت بوفال بيقول إن وضع دوائر الحجار في المنطقة دي كان بهدف تحديد موعد بداية الأمطار الموسمية ومراقبة مجموعة نجوم أوريون. الله يقول: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وعشان قيمة المكان ده تم نقل الدائرة الحجرية إلى متحف النوبة في أسوان للحفاظ عليها. ويعتبر بعض الباحثين المصريين زي بسام الشماع إن نبتة بلايا هي مكان انطلاق الحضارة المصرية القديمة كلها، وإنها كانت نقطة البداية للمجتمع المصري المنظم. رابعاً، الاختراعات اللي غيرت التاريخ. هل تعرف إن في العصر ده الإنسان اخترع حاجة لسه بنستخدمها لحد النهاردة في كل بيت، وهو الفخار؟ التحول المدهش حصل لما الإنسان اكتشف إنه لو جفف الطين تحت الشمس يقدر يصنع منه أواني، وبعدين اكتشف إنه لو حرق الطين الأواني تبقى أقوى وأصلب، وفجأة الإنسان قدر يخزن الطعام والمياه لفترات طويلة. اختراعات تانية غيرت حياة البشر في الفترة دي: المنسوجات، بدأ الإنسان يغزل الكتان والصوف. المنازل المبنية، من الأكواخ البسيطة للبيوت المبنية بالطوب اللبن. أدوات الزراعة، المناجل الحجرية، أدوات الحرث البدائية، القوارب البدائية، أول وسيلة نقل مائية. الري البسيط، القنوات الأولى لنقل المياه للزراعة. وتخيل بقى في العصر الحجري النجيد الناس كانت بتصنع الخرز والحلي من الأحجار الكريمة، يعني الفن والزينة كانوا موجودين قبل ما حتى يكون في حضارات كبيرة. خامساً، الأنبياء والرسل في هذا العصر. هل تعرف إن آلاف السنين دي مرت من غير ما يذكر لنا القرآن أسماء أنبياء محددين فيها؟ في الفترة الطويلة دي من العصر الحجري الحديث الإنسان كان على الفطرة الأصلية اللي خلقوا عليها. الله يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لكن مع بداية الاستقرار والزراعة بدأت بعض المجتمعات تنحرف عن التوحيد. بعد ما بقت الزراعة هي مصدر الحياة بدأت بعض القبائل تقدس الأرض وتعتبرها الأم المعطاءة، وظهرت فكرة الآلهة الأنثى في كتير من الحضارات. علماء الدين بيقولوا إن الله أرسل رسل في الفترة دي زي ما ربنا بيقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكن ما نعرفش أسمائهم. والمثير إن حضارة نبتة بلايا بالذات بتدل إن ناسها كانوا على التوحيد، سبحان الله، قبل ما حتى يظهر أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام بآلاف السنين. وفي الختام شفنا سوا إزاي تحول المناخ بمرور الزمن، غير مناطق بأكملها من جنات خضراء لصحاري قاحلة، وإزاي نبتة بلايا كانت مهد الحضارة المصرية الأولى. سكان نبتة بلايا اللي عاشوا في الفترة من 13,000 سنة لحد 4800 سنة قبل الميلاد بنوا حضارة منظمة بمعرفة فلكية متقدمة، وكانوا بيستخدموا الفلك لتنظيم حياتهم وزراعتهم.
الباحث المصري بسام الشماع بيقول إن نبتة بالايا هي مكان انطلاق الحضارة المصرية القديمة ذات المجتمع المنظم وذات التفكير المبتكر والمثمر، بينما بيقول أشرف أبو اليزيد مدير متحف النسيج إن حضارة نبتة بالايا موجودة من 13,000 سنة، وده بيثبت إن مصر عندها تاريخ حضاري أطول بكتير من اللي كنا فاكرينه. سؤال للتفاعل: لو كنت من سكان نبتة بالايا القدامى، هل كنت هتفضل تعيش في المجتمع البدائي بالرغم إنه كان عنده معرفة فلكية متقدمة؟ ولا كنت هتفضل الهجرة لوادي النيل مع بداية جفاف المنطقة؟ شاركونا إجاباتكم في التعليقات. وفي الختام افتكر دايما إن كل حلقة من ال7 سلاسل على قناة ما لم يقال مش بس هتقدم لك معلومة جديدة، لكن هتشوف جانب خفي من التاريخ وتفهم أسرار ما حدش قالها قبل كده. لو نفسك تفهم حكاية الكون من العدم لحد اللحظة اللي بنعيشها النهاردة، اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الحلقات أول ما تنزل، وما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك. ولو عندك سؤال دايما كان شاغل بالك اكتبه لنا في الكومنتات، ممكن نخصص له حلقة كاملة ونعرضه في السلسلة. وزي ما تعودنا، كل معلومة أو سؤال سمعته في الحلقة النهاردة هتلاقي له شرح مفصل في فيديوهات السلسلة بتاعته علشان تكتمل الصورة وتفهم القصة من أولها لآخرها بالترتيب. ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات وتصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في ما لم يقال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.